بس لو سمحت سيك شوي سؤال، انت لبناني؟ ايه اسمح لي عزبك. ولو خليني عزبك بس. واحد شايف هذا الاكل وعم يشم هي الريحه وما ياكل رح يتعذب. يا عم انا مصري مش لبناني. تعذب معلش لانك كذبت. اجتنابا للمخاطر شوف لي الفيديو للاخر، لانه اخوكم المعلم اصيل وبالاخر رح يعطيك التفاصيل. وبالمقبلات بسم الله نبدا، ولازم تكون بالمطاعم الشرقيه المقبلات ممتازه، وهذا يا حبيبي مبدا. بالحقيقه اخذوا العلامه وفوت لي على الاطباق الرئيسيه. هذا طاجن الفريكه مع لحمه الموزات. هلا رح تسالني شو هالفريكه؟ بعرف انك اول مره بتشوفه لهذا الشكل اذا ما كنت لبناني، لانه الشيف قال لي هي طبق لبناني خالص، والعظم من اللحم مالص، ورجعته وانا منه خالص. وطاجن الخروف المحشي بالموزات سحبته لعندي، وللعظمه بلشت اعمل لها اختبار، واللحمه خانت العظم والعظمه حست بالانكسار، وانت وقت تجي تشوفها بعينك وتدوق رح تحس بالانبهار. واللحمه طريه بتحسها كانت مطبوخه طول النهار ومو مفارقه ولا لحظه النار. هلا بدنا نهدى لانه عاملين الشرش برك بيبي باحجام صغيره، والكميات كثيره، ونكهه اللبن فيها خطيره. بما انه المطعم بيقدم الاصناف الشرقيه فلازم المشاوي عنده تكون انون. وبلشت بالريش الاختبار وقصقصت لها جناحاتها، والله ورجتني طراوتها وسمعتني حكياتها. بما انه الطبق بيجي فيه شيش وكباب وريش وشقف، طلع عندهم سيخ الكباب ما بينحني، ومهما حاولت ما بيفرط السيخ وبينتني. والشقف كانت عزيزي المشاهد حكايه تانية بتتبيلتها بطراوتها وبنكهتها، كانت عم تفرط بين ايدي مثل الشيش. ففعلا كانت المشاوي انو. واما الشيش اذا بترشحه بيفوز عندهم بالانتخابات. بس الكبه عندهم المشويه كانت غريبه، هيك فيها طعمه من القلب قريبه. ايه معلم وبس. وهي كانت قصتنا وهي كانت الحكايه. استنونا بالفيديو الجاي. حبايب المطعم اسمه كمباك، موجود في حي النرجس. وين ما وين، حياكم الله.